عارفين حمض الفوليك؟ ما اعتقدش ان في ناس كتير مننا سامعين عنه. انا هقول لكم بقى النهارده ازاي نستغله صح ونعرف نستخدمه، وهيودي شعرنا في حته تانية خالص. طب تعالى اقول لكم بقى حمض الفوليك هيعمل ايه في شعرنا. اول حاجه هو بيجدد خلايا الشعر وبيسمح للشعر الجديد ان هو يطلع بشكل صحي، وكمان بيقلل جدا من تساقط الشعر وفي وقت قصير، وكمان بيقلل جدا من انتاج الشيب لانه بيدعم انتاج الميلانين. وفي ناس كمان بيستخدموه لعلاج الثعلبه، وبيساعد كمان على انه يقضي على الصلع الوراثي عند الرجاله. كل اللي انا بحتاجه في الوصفه دي شريط من حمض الفوليك اسيد وسرنجه وميه، ده اللي احنا بنحتاجه بس. طب بنعمل ايه بقى؟ بناخد كل الشريط وننزله في الميه. هما بيبقوا كلهم على بعض 10 اقراص، بننزلهم كلهم في الميه. طبعا زي ما انتم شايفين عمليه الفوران بتبدا، وهننزل اخر 2 وبس كده. ببدا اقلب بالمنظر ده، وزي ما انتم شايفين باش في ثانيه في الميه. هو ده اللي بيبقى مطلوب، ده الشكل اللي احنا بنبقى عايزينه. طبعا احنا عندنا طريقتين ممكن نستخدم الوصفه دي بيهم، اما ان احنا نحط في بخاخه نظيفه وفاضيه ونرش بيها على جذور الشعر، بس انا بفضل صراحه ان احنا نستخدم سرنجه فاضيه وندخلها على طول برضو على جذور الشعر. اول حاجه هننزلها كده، بدخل السرنجه للاخر وببدا احط جواها بالمنظر ده، بتبقى معايا كده. لو هتستخدمي بخاخه اتاكدي قبل ما تستخدميها ان انت رجيتيها كويس قوي، بس انا دلوقتي هستخدم السرنجه دي بقى زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. ببدا برضو احركها علشان يتحرك في السرنجه كلها كده، وببدا اجيب جذور شعري واحطها عليها. بنفضل طبعا نعمل مساج للشعر بالشكل ده علشان نتاكد ان هو اتغلغل فعلا جوه جذور الراس. وانتي بتحطي اكتر، بتركزي في الاماكن اللي عارفه مثلا ان الشعر فيها قليل. في ناس كتير مثلا بيبقى عندنا هنا مفيش شعر كفايه، فاحنا بنركز اكتر وبنحط هنا مثلا، وبتفضلي تعملي مساج لفروه راسك لمده مثلا 5 دقائق. وبعد ما بنكون عملنا مساج بالشكل ده بنبقى اتاكدنا ان هو وصل لفروه الراس. وفي ملحوظه عايزه اقولها، انتوا هتلاحظوا بعد ما تستخدموه بالذات في الاول ان هو بينشف شويه الشعر، وعامه اي حاجه معالجه بتبدا تنشف الشعر في الاول. فاحنا بنعمل ايه بقى عشان نتجنب انه ينشف الشعر بشكل كبير قوي؟ واحنا بنستحمى بعد ما بتستخدمي الشامبو على شعرك عادي بتستخدمي الكونديشنر عشان يرطب الشعر شويه، وبعد الشاور كمان بتحطي اي زيت او اي حاجه مرطبه على شعرك، وبنسيبه على شعرنا لمده نص ساعه. بعدين بنقوم نغسل شعرنا واستنوا النتيجه.